السجاد في منه اشكال والوان كتير، وكل شكل منهم بيدي ستايل مختلف للشقة. اختيار السجاد مش بيكون بشكل عشوائي، لانه طبعا بيأثر على جو المكان وبيأثر على ديكور الشقة كمان. اول حاجة لازم تفكري فيها وانتي بتختاري السجاد، هتحطي السجادة فين. مثلا الاماكن اللي زي الصالة او المطبخ بنختار سجاد متين وطبعا يكون سهل تنظيفه، وده عشان يقدر يتحمل الاستخدام اليومي ويكون عملي كمان. وبعد كده بنركز على الديكورات بتاعة البيت، يعني لو انتي دهنه الحوائط مثلا بلون بيج او ابيض اللي هي الالوان المحايده، فهنختار مثلا السجاد بالوان زاهيه. لو الاساس والديكور فيه الوان كتير، فاحنا كده هنختار السجاده بلون محايد ويكون ساده، وبكده هنكون عملنا توازن في الديكور. في حاجه مهمه جدا لازم تاخدي بالك منها، المساحه. لو مساحه الاوضه صغيره، فانت بكده هتختاري الوان السجاده تكون فاتحه وفيها اشكال بسيطه، ده هيديكي احساس بالمساحه اكبر. ولو الاوضه كبيره، هتختاري السجاده بالوان غامقه ويكون فيها الاشكال بارزه اكتر. اختيار السجاد بيعتمد على ذوقك وديكور البيت، وعلشان كده لازم تختاريه بحكمة، لانه هيأثر على المظهر الكلي.